وللحديث عن الحصيلة العربية في هذه الدورة مع فاتن سماوي الإعلامية التونسية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. فاتن، رأيك وتقييمك لما حققه العرب في هذه الدورة؟ نعم خالد. لا خالد، لو تسمح لي خاطر في تجاوب، تسمح لي دقيقتين أكيد، فقط تفضلي. نعم. معكم حول بالطبع المشاركة الجزائرية التي أسالت كثيرا من الحبر بالذهب وبالكلام كذلك. طبعا هو رو الإعلام كما تعرف، الإعلام في الإعلام لما نقولوا الإعلام الخاص في أموال، في تمويل، يعني في بعض الأحيان الإعلام الموجه فيه اللي بفوز وبالتتويج بالذهب لنيمور ولا إيمان، في الذي اعترف بالهيدلاين الكبير، وممكن أكبر دليل حتى إذاعة RMC الراديو اللي طبعا عاودت بمنشط كبيرة كلام إيماني، قالت أنا خلقت للملاكمة، ضحيت كثير وتولدت بنت ومارستها كبنت وطلعت على الحلبة كبنت وخذيت البروبو متاعها. في بالطبع كما قال ضيوفك، مثلا أنا كنت مستغربة جدا، هناك بعض العناوين استفزازية كلاف بي بالطبع وكالة أنباء الفرنسية، وقت اللي تكتب لك بعد التتويج نتاع إيمان خليف المشكك في هويتها الجنسية، في من هنا وفي من هناك، ولكن أكبر رد هذا التتويج. يمكن كذلك للجزائر يحسب أنه خالد البوكس وسبعتكم الملاكمة اللي هي من أقدم الرياضات وكانت عندنا تقاليد في كل البلدان العربية وغابت للأسف، إيمان ترجع هذا الأمل وتهدي أول يظهر لي كان من مشني ما خانتنيش الذاكرة ميدالية أكيد عربية فاتن، أول إفريقية. ذهبية عربية وإفريقية في الملاكمة طبعا النسوية. نعم. طبعا، والجمباز كذلك خالد، نمور تهدي الجزائر أول كذلك ميدالية ذهبية في هذه الرياضة الصعبة. يجب على الجزائر كما قالوا الإخوان موجودين في الاستوديو أن العقلية تتبدل العرب ويستثمروا، ولما لا توا موديل كامل وإكزامبل ومثال يحتذى به يبنيوا عليه. نمشيوا للمشاركة العربية. طبعا المشاركة العربية خلينا نقولوا نباركوا لكل الأبطال، لأنه باش تكون بطل أولمبي ماهوش سهل، باش توصل تشارك مع المستوى الأولمبي العالي جدا ماهوش سهل، ولكن يجب كذلك أن تؤمن بنفسك، تروح باش تتوج. العبرة بالمشاركة لا تكفي، هذه تتسمى عقيدة الانهزامية، لازم نحوها خالد في البراتيك نتاعنا في الممارسة والكل. يعني كي تشوف أنت ممكن المشاركة، ونقيم الآن بعد نهاية الأولمبياد طبعا في 17 ميدالية ككل مجموع. طبعا هذه الأولمبياد لباريس مميزة بأنها حقت أكبر حصيلة في الذهب. أوكي، 7 دول عربية فقط متوجة، شوي برشا. نمشي أكيد الجزائر مميزة، ولكن قبلها وانتم أكيد تابعتوا في اليوم الأخير وفي الألعاب ألعاب القوى اللي العرب تسجل غياب كبير، واللي كانت من أول البدايات مشاركات وقرن من وراء العرب كانوا متواجدين ويتوجوا بهذه الميداليات في العدو، في 3000 متر موانع، في 500، في 1500 سامحوني، في الماراثون فيهم هما أسامي كبيرة توجت بالذهب، وأكبر دليل الأبطال اللي معاك غابوا للأسف. نلقاو البحري دول الخليج العربي، ولكن تعرف خالد هنا راهو لازم يخدموا الدول الأخرى، لأنه الدول كالبحرين والإمارات وقطر وهذا من حقهم ومسموح به، يعملوا على ولكن الدول المجنسين الذي أكثر فاتن. نعم. نعم سياستهم التجنيس، يعني اللي جنسوا يستقطبوا كل الطاقات البشرية، وشفناها من دول روسيا أو السودان حتى يعني في البنية الجسمانية متاعهم في عدة اختصاصات، وباش تشوفوهم مرة بعد 10 سنين أخرى بالشغل وبالاستراتيجية في نقلة أخرى. إذن على هذه الدول خصوصا المغرب العربي أن تفيق. تبقى بالطبع الجزائر، ولو أني بالنسبة لي تستاهل كل بلدان ويلزمهم يحطوا يعلوا يعني التحدي أكثر والأهداف. طبعا تجي بعد الجزائر تجي تونس كالعادة، تونس وحكينا فيه الموضوع. لم ننتظر الفرجاني، أهدى بحسن الحظ هذه الميدالية الأولى افتتح بها للعرب، ثم حتى انتظرنا التيكواندو بالطبع بعد البرونزية، التيكواندو الذهبية لفراس الدتوسي نبارك له. ولكن أنا أقول التيكواندو كذلك رياضة تستحق الرعاية من الدول العربية، لأنه مختلف الدول العربية كما لاحظت خالد
متواجدين في الأيام الأخيرة. كل الجامعات للتايكواندو فيها مواهب وطاقات شابة، يا ريت للدول تتلفت ليهم، خاطر ممكن تجيب كثير من الميداليات، علما أنه فرنسا ما عندها حتى ذهبية إلى غاية الآن في رياضة التايكواندو مثلا. بالطبع في الأردن كذلك الميدالية الوحيدة بفضل التايكواندو، وطبعا قطر. هكا علاش نقول أنا نبارك للأبطال الكل، ولكن قليل وقليل جدا. الأولمبياد مستوى عالي يبدأ يتخدم على 10 سنوات، وقت نقول 10 سنوات راهو ماهيش تضخيم للأمور، يلزم نبنوا عليه، يلزم يتحضر. كفانا للدول، كفانا أنه نشدوا ونركزوا ونسلطوا الأضواء فقط على الرياضات الجماعية ككرة القدم. نعم أقولها خالد، كرة القدم عندي ضدها شيء، ولكن ما تجلبش ميداليات. شفنا الأبطال من ذهب فعلا، من رحم المعاناة، من كل وراء بطلة وبطل قصة كفاح كاملة. يعني من فضلكم غيروا هذه العقلية طبعا. فعلا فاتن بدليل ما تحقق في